في ضيافة الرئيس الأمريكي جورج بوش حل عمالقة الاقتصاد الدولي، وهدفهم أن يخرجوا العالم من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، لكن هذا الهدف يبدو أكبر من قدرة القمة على تحقيقه. يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام، إما للزيارة أو لمناسبة ما، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة له ويعتبره من حسن المعاملة. هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين؟ وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟ لا، هذه أمور عادية، هذه أمور عادية مثل ما تقدم، هذه أمور عادية ينظر فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة. إذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم يهدون إليه إذا رأى مصلحة في ذلك، وإذا رأى مصلحة في ردها. هكذا ما يتوج السلاطين والملوك والقلائد يسمعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكف لشرهم وجلب لخيرهم فلا مشاحة في ذلك، وليس هذا من أمواله. نعم، ولو فيها صليب مش حيتقلدوا باستمرار، ما حيتحمل يأخذ ثم يلقيه. لا بعدين يزيله.